السنه الامازيغيه راه 27 سنه حنا تنوضلوا عليها، ودابا الان الشعب المغربي كله تيحتفل بها، والا كان هو ضد الاراده الشعبيه ويستمر فيها. الحزب ديالو خصو يتحمل مسؤوليته. هذاك الكلام اللي قال تما مدان اخلاقيا قانونيا سياسيا واجتماعيا، مدان ومستنكر، لان يصعب على ان حكومه مسؤوله تقول هذاك الكلام للشعب المغربي، تقول لهم انتم راه هذاك راس السنه اللي تستحفلوا به اللي هو السنه الفلاحيه او شيء من القبيل هو مجرد تقويم ديو عندكم وانتم ما تتسووا والو، وهذاك الشيء ديالكم غير كونتات تخربقوا، انتم غير تترونوا، وهذاك الشيء ديالكم غير عارف ديو عندكم، راه حنا ما مسالينش لكم، وحنا هذيك راس السنه مناط حنا حماق دابا اللي تنحتفلوا ب 27 سنه ولا 30 سنه ولا 40 سنه، حنا غير جايين وتنقول لهم اودي واعطينا البعد الانثروبولوجي ديالو، واعطينا البعد التاريخي ديالو، واعطينا البعد السياسي ديالو، لان هنا فين تنقول لك بالنسبه للوثيقه الدستوريه الناس اللي ما استوعبوهاش وباقي مرتبطين بالفكر المشرقي العروبي الشوفيني، راه دائما غيبقاو يعطيونا هذا. وتنعرف بان هذا السيد هذا ولد عبد القادر اللي قال هذه الهضره هذه، انا عارف الثقافه ديال سي الوزير بن عبد القادر، بن عبد القادر وي انا تنقولها ليه من المنبر ديالكم، بانه الا كان باقي عنده شي حنين الى شي قومجيه في المشرق خصو يقطع معها، راه حنا في وضع جديد في البلاد، القومجيه انتهت في المشرق، انتهت. الان خصو يسترجع الوطنيه ديالو في الانتماء الوطني ديالو، والانتماء الوطني ديالو خصو يهز الهم الهويات المختلفه اللي كاينه في بلادنا.